اخوان الكرام، اليوم عندنا واحد الضيف عزيز وغالي، صديق واخ طيب وخلوق، وخنعيا نقول ما غادي نوفيهش حقه، ما نعطيهش حقه. يعني المواصفات ديال الانسانيه، ديال الادب، ديال الاخلاق، ديال الفنيه، اي حاجه راه معنا سيدي حسن مكيات، الفنان المعروف على الصعيد المغربي والعالمي والعربي. سيدي حسن، مرحبا بك في طنجة. شكرا، جزاك الله كل خير سيدي عبد اللطيف. حقيقة أنت نموذج لأهل طنجة وأهل الشمال قاطبة في الكرم والضيافة والحفاوة والترحاب، تستحقون أكثر من ذلك. حقيقة ما عرفتش شنو نقول لك سي عبد اللطيف. ربي بالصدفة جعلك الله في طريقي، وكانت المحبة وكانت الأخوة المتبادلة وكانت المشاعر النبيلة والجميلة، والحمد لله هي مستمرة ومن خلالك تستمر إن شاء الله بإذن الله. ومن خلالك أعبر عن محبتي وتقديري لطنجة وأهلها. بالفعل، لأن سيدي حسن باش نقول لكم سبب زيارة سيدي حسن مدينة طنجة هو أنه جاء في إطار واحد حفل تكريمي عملته له واحد المؤسسة هنا في مدينة طنجة، ويستحق التكريم. ومن خلال يعني واحد الكلمة كان لقاها في وسط سينما أركاسار، قال شنو قلت سيدي حسن؟ على طنجة. طنجة أنا أعتبرها أجمل مدينة. المغرب كله جميل وكل مدينة عندها الخصوصية ديالها، ولكن للناس فيما يعشقون مذاهبه، وأنا مذهبي طنجة تأتي في القمة بالنسبة لي، رغم أنني ماشي ابن طنجة، ولكن طنجة سبحان الله هذه من عند الله سبحانه وتعالى، عندها واحد المنزلة خاصة في قلبي أنا. وللإشارة فهو حكم جميل، سبق له أنه عمل الحكم ديالك في شي أيام في مرسان. كنا لعبنا شي مباريات في مرسان. تبارك الله أنت كيف قلت، أنت نموذج ديال الناس ديال طنجة اللي أولا متشبعين بالاخلاق المكارم ديال هذه الارض الطيبه، من حسن ظنكم. لا العفو، ما شهدنا الا بالله ما علمنا، فهمتي. ولكن الاجمل هو انك متمكن تبارك الله من تاريخ وجغرافيا وخبايا مدينه طنجه. فانت يعني الواحد الشخص اللي انا كنقول طنجه خاصها تفخر بالناس اللي بحالكم، لانك كتقدم واحد الصوره جميله طنجه، كتعرف المعالم ديال طنجه، التاريخ ديال طنجه، بالمواقع ديال طنجه. اذا سيدي حسن نعملوا الجوله ديالنا في مدينه طنجه. دابا جينا هذه المتعاده اللي هو ملتقى البحرين. هذه المتعاده هنا كيلتقي البحر الابيض المتوسط بالمحيط الاطلسي. سبحان الله، مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغيان. وكيقولوا بان هنا مجمع البحرين. هنا كيقولوا هذه في القرآن، كيقول بان هذه دابا راه فهنا كاين ديك جوج بلايك. طبعا هنا كيتباعوا ديك الشيء ديال، غنعملوا واحد اطلاله هنايا مرحبا ونشوفوا ديك. كيف ما قلت لك يا سيدي حسن، انت البحر الابيض المتوسط، محيط الاطلسي، سبحان الله. كاين هذه الاطلاله الجميله هنايا. تشوف راه كاين واحد الحجره لداخل. هذيك شنو كتسمى ديك الصخره؟ هذه حجره وصافي صافي، ما فيهاش. ولكن تما راه كاين واحد المناظر تما، شي كهوف وديك الشيء. كاين هذا يعني بحال نقولوا حنايا منطقه خضراء كطل كورنيش زويون. لا زويون تبارك الله. هادشي هذه من الاماكن السياحيه. هادشي مؤخرا عاد تعمل هادشي اللي كتشوف. الحمد لله، انا نقاوه مزيان، داروا اطلاله والناس منين يتمشاو. هذا والمعشوقه ديالك ماشيه من اجمل الى اجمل. سبحان الله. الغداء جينا نعملوا غداء طبيعي بيو. جينا عند الشرقي فيلا العشاب، غني عن التسليم. الشرقي مرحبا ياك. وان شاء الله الرحمن الرحيم فيلا العشاب راه فيلا ديال المأكولات المشويات. ياك سيدي حسن؟ مشويات طبيعيه. ما شاء الله. طبيعي. نحاولوا نحافظوا على الاكل الطبيعي باش من الطبيعه المعده. ايوا تبارك الله. عبد اللطيف، علامة الدار على باب الدار بعدا باينه. نعم، علامة الدار باينه على باب الدار، فهمتيني. مع الدخله كيبان لك ما شاء الله المكان، الفضاء جميل ورومانسيه، وكاين يعني لا فيغدور، الخضره تبارك الله، الخضوريه والماء وداك الشيء والاطلاله الجميله صراحه. وكيف باش ما يكونش المكان جميل ومولا هذا الجميل هذا؟ راه عزيز علينا الشيء الشرقي. شوف هو الجمال سيدي عبد اللطيف هو جمال الروح.
وسماهم على وجوههم او سماهم في وجوههم. شوف ماشي مجامله او حيت هو معنا، والله العظيم من اطيب خلق الله. الحمد لله. كنعرفوا قبل، ماشي زعما قبل هذا المشروع هذا تعاملت معاه في اطار عملي. السيد ما شاء الله عليه الصراحه. سي لطيف اسمح نقاطعك. نعم. انت صاحبي. نعم. ياك والمحبه لله. لله عز وجل. كنعرفك ما غديني الا المكان اللي مشرف لمدينه طنجه. والله العظيم الاماكن اللي يعني كتعطي واحد الصوره طيبه على مدينه طنجه، كلها مدينه الجمال ومدينه الفن ومدينه الثقافه ومدينه السياحه ومدينه الطبيعه بطبيعه الحال. نعم. ولكن انت كتختار لي الاماكن اللي بحكم انك ولد الميدان ولد طنجه وعارف الخبايا وكاعلامي عارف الخبايا والاماكن الجميله. وانت ما خصناش نديوك شي مطيره لان تبارك الله عليك ما شاء الله. الله يبارك فيك. سيدي حسن. نعم أستاذ. عرفتي حنا دابا فين كنا؟ دابا حاليا احنا فين؟ واقيلا عرفت. فين؟ واخا تبدلات عليا بزاف. نعم. هذه المنطقه هذه هي حنا في مرشان. مرشان، وهذا ما تبقى من ملعب مرشان. ملعب مرشان واللي عندي مع ذكريات خاصه. هادشي اللي بغيت نسولك. ياك. نعم. مرشان الملعب بعدا ملعب تاريخي. انا شوف مع ضد هذه القضيه ديال انهم يحيدوه لانه كان معلمه من المعالم ديال مدينه طنجه وعنده تاريخ حتى في الحقبه اللي كان طنجه دوليه يعني ولعبوا فيه جنسيات الى اخره. المهم عنده تاريخ. وانا شخصيا كنت لعبت فيه كحكم ملي كنت حكم جامعي. لعبت فيه اعتقد شي مباراه او اثنين، اتذكر بعدا مباراه كنتذكرها. شنو سنه تقريبا؟ غتكون في 97. 97 هذا هو الذكريات اللي عندي مع طنجه. وكانوا لي فيستير كانوا من هنايا من هذا الشيء وداك الشيء يعني. وهذا هو سميتو ملعب مرشان التاريخي اللي كيعود التاريخ ديالو الثلاثينات من القرن الماضي. فهمتي. ولا بحال اللي قلتي لعبت فيه واحد المجموعه ديال الفرق من جنسيات مختلفه خصوصا الاسبانيه لان غالبا كان هو تابع الاسبان. دابا خلاو هادي بحال اللي قلتي نحن مع او ضد لان هو هذيك السور اللي كان عنده كان شويه كيحجب الرؤيه وجا شويه لو كانوا يحيدوا ديك السور ويخليوه فهمتي يقدروا يستافدوا منه. خلاو غير هادي وشي دروج رفينا. هادشي اللي كاين. ايوا نزيدوا نشوفوا شي حاجه اخرى باش يلاه نختموا هذه الجوله ان شاء الله. بارك الله عليك. سيدي حسن. نعم من بين الامور اللي كتميز بها مدينه طنجه كيلومتر زيرو الصفر. واش عرفتي القصه ديالو؟ فهمت ولكن ما عرفتش القصه. المهم هنايا لان بالنسبه ما عرفت بالنسبه لافريقيا بالنسبه للمغرب النقطه هذه هي من كيبدا بالضبط هي هذه في اتجاه الجنوب. هذا راس الشمال. نعم. هذه اخر نقطه في الشمال. نعم. ياك وهي اقرب نقطه لاوروبا. اذا من هنا كتبدا النقطه الصفر سواء اوروبا او افريقيا. يعني نقطه الصفر يعني في اتجاه اوروبا وفي اتجاه افريقيا. هذه هي النقطه. هذه راه تعدلت ماشي بزاف في 2022 كان شنها سميتو العمده مدينه طنجه معاه واحد سميتو مجموعه ديال يعني المنظمه الافريقيه على هذا الاساس هذه دشنت. كانت عندهم واحد الرمز مزيون تما للاسف طيروا كاع. هذه الخريطه افريقيا. خريطه المغرب. الشعار ديال مدينه طنجه. الشعار ديال طنجه وشعار المملكه. هذا الشعار المملكه المغربيه. شعار المملكه المغربيه. هذا الشعار مدينه طنجه هو هذاك معروف. خريطه المغرب وحده ترابيه وهذيك افريقيا. وهذا كيلومتر. دابا حنايا مثلا حنا اكسكيوز مي دابا كنتواجدوا هنا تما كنتواجدوا. واجي نشوفوا واحد المعلمه اخرى هو هذه دار بارود اللي حسن بالنسبه لطنجه يعني باش تجولها في واحد النهار ولا لا صعيب. لا ما يمكن. دابا حنايا باش نختموا هذه الجوله هذه غير بهذه المعلمه التاريخيه اللي هو برج دار بارود. هذا قصه ديالو سي حسن. نعم. كان من الابراج ديال مدينه طنجه اللي تبنات من اجل صد الهجمات الامبرياليه. دابا ولا هنايا واحد المتحف ديال كيعرفوا بالتعريف بالتحسينات التاريخيه ديال مدينه طنجه. وباقي لحد الان تماك المدافع الاسلحه القديمه. مدافع امسترونغ اللي كيرجع التاريخ ديالها سميتو القرن السادس عشر والثامن او السابع عشر. باقي كيف ما كانت بديك الشكل ديالها وكل شيء. ودار بارود معروفه لان علاش كيسميوها دار بارود لان كانت
هنايا كانت المخازن ديال الاسلحه مطموره. هادشي اللي كاين. سيدي حسن هنا غنختموا هذه الجوله. ما سخيناش بكم كاملين هيداك بغيناك تقول لنا واحد كلمه ختاميه للسكان ديال مدينه طنجه بالخصوص. وطبعا طنجة اجتمع فيها ما اختلف في غيرها أو ما تفرق في غيرها. الحمد لله أنها لها واحد الموقع خاص متميز لا نظير له، مجمع البحرين. كذلك من ناحية التضاريس ديالها ومن ناحية الطبيعة ديالها، الخضرة، الماء، الغابات، كذلك الأجراف، المغارات، تاريخ التليد أمم مختلفة وشعوب مختلفة وعرفت أحداث كثيرة. فطبعا هذا الشيء ما كان ليكتمل جماله وروعه إلا بجمال وروعة وطيبة أهل هذه المدينة. الله يكبرك. تحية خاصة لهم. شكرا. أخوة الكرام، كنتمنى أن تكون هذا الفيديو اللي صراحة الله حصل لي شرف العفو أن نكون عندي هذا الضيف، هذا العفو. ضيف من وزن ثقيل وعيار ما شاء الله، فنان من الطراز ما شاء الله. سيدي حسن بارك الله فيه وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. السلام.